حكم اللقاء النهارده ولقاء النادي المقصة ونادي الأهلي. المقصة 54 نقطة من 32 مباراة، بيظبط ساعته عاشور ويصفر عاشور. طبعا الصورة عندي وحشة قوي قوي قوي، واخد بال حضراتكم. عند رمضان يلم رمضان، واول مره يبقى له مساحات كويسه رمضان ويعدي، ورمضان ديزل مجري يعدي. الله، لو واحده والثانيه، لو واحده والثانيه، عملها على طول كريم بامبو ويصدها محمود حمدي، ومره ثانيه على طول يمسكها محمود حمدي، انما ضربه مرمى مشاور عليها يعني اللاينز مان محمد عبد المجيد، اللاينز مان رقم 2. اذا يعني رمضان صبحي اهو عطى هديه كريم، بس كريم اتصرف فيها حلو قوي، واحده والثانيه، انما مقفل محمود حمدي. واول فرصه حقيقيه للنادي الاهلي يعني في الدقيقه 12 او 13 من زمن الشوط الاول، وهذا الولد هو امل النادي الاهلي النهارده. او فتحي مبروك، وادي كريم بامبو يعني بيتذكر نفسه في هذا اللقاء، لانه فقد كتير من أدائه اللي هو بدأ بيه. ادي كريم، والكرة معادة مرة تانية عشان يعني نص ملعب النادي الاهلي يشتد عوده دفاعيا شوية. الله 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 الله، تقول الله للصبح. واول كرة تتلعب لرزق يلعبها، بس رزق وحش قوي، يعني كرة ملعوبة قوي. يبقى النادي الاهلي اخطر في اهو، بص حضراتكم، في كورتين لازم دي جون، لازم. انما سوء حظ للنادي الاهلي مرتين، واحده لكريم بامبو قبل ما يطلع، والثانيه لرزق. حلوه، بس هو ما بصش، بس تحرك بدون كره حلوه قوي، ولوح رجليه بره، وفرصه هدف للنادي الاهلي يضيع في الدقيقه 9. مباراه انبي ومفيش اوفسايد. اوه يا راجل يا رمضان، يا رمضان، ده انت كنت تتصيد. لازم الراجل التاني قال له هاتها، لازم يا على الكوره اللي هدف اكيد. فرصتين بص حضراتكم، هنشوفها الاول صح ولا غلط، تشوفهم ما فيهاش اوفسايد ولا ريحه الاوفسايد، ويعدي الراجل ورايح. المفروض رمضان بقى يحطها، انما عملها والراجل التاني قاعد نايم. عبد الظاهر نايم. بص الولد الصغير يعني، بصوا كان ممكن يجيبها، انما قال لك اما اكدها عبد الظاهر، قال لك ايه لما ضيعها؟ مش ممكن ابدا الفرص دي تضيع، ومن لعيب الصغير يلعب الصح والكبير يضيع كوره. اهو كان ممكن يحطها ويستريح، انما هو رايح واخد قراره ويأكد. انما برضو محمود حمدي حارس المرمى كان مصحصح هناك عند رزق، وهيرفع الله 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 الله. حلوة قوي يا جدو بدأ يتذكر الأيام الخوالي، وحط كورة حلوة قوي. بصوا حضراتكم من رزق، بصوا جدو طلع فوق. حلوة. شفتوا بقى اللعيب لما يكون بعيد عن الملعب؟ رزق عمل شغل مكان بامبو، وجده بدأ يتذكر الأيام الخوالي. لو نزل دقنه شوية كان هتبقى جون. هذا الشوط عنوانه النادي الأهلي هو الأكثر فرص، وفرص شبه حقيقية. تتلعب الكورة حلوة، وضربة مرمى للنادي الأهلي. يلعبها أحمد سامي، لعبها حلوة قوي. أخطر كورة اهو أحمد سامي يلعبها حلوة. أخطر أو تاني أخطر كورة للمقصة، بس دي أخطر من الكورة اللي سيد حمدي لعبها بالعرض ومسكها أحمد عادل عبد المنعم. 43 دقيقة من زمن الشوط الأول، والتعادل دون أهداف. التعادل ده ما يلزش النادي الأهلي ولا المقصة حتى. هنشوف إيه الحكاية بالظبط. تتلعب الكورة، المقصة 54 نقطة، ووراه الإسماعيلي 50 نقطة، ولكن الإسماعيلي بقى اتعادل لي مع النصر امبارح، يعني حاجات غريبة جدا. ورغم ان الإسماعيلي فقط 6 نقاط في بداية الموسم، لازم تعذره. النهارده الإسماعيلي يبقى عنده 56 نقطة، انما هو هذا الموسم لم يقدم العرض منتظر، ولكن عمل شوية ناشئين ممكن جدا لازم الناس تصبر عليهم. ضربة ركنية للنادي الاهلي تتلعب، محمد رزق يرجعها ورا لباسم، يلم ويعدي
ويلعبها اماميه، انما يطلع على طول محمود حمدي بغطس كده قبل ما رمضان صبحي يوصل له. رايه وصفاره من محمود عاشور، وهاني بيقول له فيها يا كابتن. هنشوفها مره تانية اهو، الكوره عاليه فوق، اتنين طالعين مع بعض. فين هي الكوره؟ اتنين طالعين مع بعض، والراجل راح رافع رايته، ما عرفش يتخض، راح رافع رايته محمد عبد المجيد تقريبا. وهجمه للنادي الاهلي، صابر رحيل والعرضيه يلعب. الله، فرصه هدف، فرصه هدف، فرصه هدف خامس للنادي الاهلي، 5 فرص يلحقها صبري، وصبري يدفع حلوه قوي 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 قوي، يطلعها على طول احمد سيد، وتنزل الكوره لرزق يلعبها بالعرض، انما تطلع بره الملعب. صابر رحيل اصبح فردة باك تقدر تعتمد عليه في الهجمات. ونقدر نقول عنوان الشوط الاول ان الاهلي بالبدلاء هو الفريق الاخطر والاكثر فرص، ولولا بعد جده وعبد الظاهر عن فورمتهم كان ممكن جدا الاهلي يحط اهداف، لانه هو الافضل والاكثر فرص ضائعه. هنشوف الحكم الرابع محمد سيد هيدي كام دقيقه، ما وروناش كام دقيقه، ما اعرفش ليه، وتطلع الكوره بره الملعب اوت. بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع اللي مدته ايه؟ هنشوف اهو، مدته دقيقتين وقت بدل ضائع. بيرفعها محمد السيد. يا ريت مخرجنا يعني احمد عبد الظاهر يدينا نتيجه انبي ويعني والمصري النهارده. الصوت التحليلي بعد شويه هيخش عليكم كابتن تامر يعني صقر، وبصحبه الكابتن محمد صلاح والكابتن محمد فاروق، ومحاوله هجوميه للنادي المقاصة على طول. عمر لعيب كويس، عمر، وتصويبه وضربه مرمى. رئيس تحريرنا النهارده حسام زايد، ومدير تحريرنا حسين شعبان ووليد عبد الجليل، مراسل ملعب حسن توفيق. النهارده الوحده التاسعه هي اللي بتنقل المباراه. منسق عام محمد ادي. المصري لسه 2-1 بيلعبوا في نهايه الشوط الاول او انتهى تعريفا ما نعرفش. وادي ضربه ركنيه لنادي مقاصة يلعبها محمود وحيد، الباك الشمال اتنقل هنا عاليه تعلى الكوره مره ثانيه داخل المنطقه، احمد سامي بدماغه، وضربه مرمى للنادي الاهلي. الوحده التاسعه النهارده هي اللي شغاله معانا. المنسق العام محمد عفيفي ومحمد رفعت، وحلقه الوصل النهارده احمد الجبيلي برزنتيشن اللي هو خليه نحل. لو ما جاش الراجل ده حاجات كتيره تقف. مدير الاستوديو علاء علام، ومدير انتاج سامر انصاري، ومخرجنا احمد عبد الظاهر. واخيرا يصفر حكم دولي محمود عاشور بانتهاء الشوط الاول، والنادي الاهلي الكعب الاعلى 4 فرص حقيقيه بالتعادل بدون اهداف. اعزائي مشاهدي قناه النيل للرياضه، كان معكم المعلق الرياضي محمود بكر، واترككم الاستوديو التحليلي بقياده الكابتن تامر صقر وصحبه الكابتن محمد صلاح والكابتن محمد فاروق. فالى هناك. عاشور بانتهاء الشوط الاول، والنادي الاهلي الكعب الاعلى 4 فرص حقيقيه بالتعادل بدون اهداف. اعزائي مشاهدي قناه النيل للرياضه، كان معكم المعلق الرياضي محمود بكر، واترككم الاستوديو التحليلي بقياده الكابتن تامر صقر وصحبه الكابتن محمد صلاح. لو 2 تروح ناحيه هناك عند عمر، وعمر يرجعها ورا مره ثانيه، سيطره، وهنشوف في رايه وصفاره، هنشوف ايه الحكايه. عادل عبد المنعم قال لك دي جون ولا ايه لما انام شويه، انما الولد قايم بالواجب اللي عليه. وادي محمد عبد المجيد رافع تماما صح، راجع من الاوفسايد ولا ايه، في رايه وصفاره، انما على طول اخطر واحد احمد سامي لاعب خط وسط. يوهو، ادى هديه لجده، جده لعبها حلوه يا خبر، مش ممكن بواحده بواحده. رمضان صبحي كان عاطي هديه يعني عبد الظاهر، وكان هيتأنزح عليه، راح جده على طول اداله واحده ثانيه. بص حضراتكم، اهداف مش ممكن. بقول لحضراتكم الطريق الى المرميين مفتوح هنا وهنا، وخامس فرصه حقيقيه للنادي الاهلي تضيع. 4 في الشوط الاول
وادي واحده في الشوط الثاني رمضان اهو ما بصش ولعبها وحشه قوي قوي قوي، وتضيع فرصه. اي فرقه تحط هدف في الثانيه، اي فرقه تحط هدف في الثانيه، انما يعني الفراوده في الفرقتين. ادي فراج اهو بيضيع، قال لك مش معنى رمضان صبحي وعبد الظاهر ما انا اضيع انا كمان. بصوا اللي احنا بنقوله عليه الكلام ده ما حصلش في النادي الاهلي في ماتش الافريقي. ليه؟ لان نص الملعب كان متظبط دفاعيا، وده الاصول. يكسر لياقه وممكن يحط هدف تاني. يا عم الاثيوبي، اوه يا عم الاثيوبي، يا عم الاثيوبي، حد عامل لك عمل يا راجل؟ هو لعبها حلو قوي الصراحه، تقدرش تلومه ابدا، واداها اسلام رشدي تقريبا. والاهلي الافضل، والاهلي في امكانه انه يحط هدف واثنين، لان الطريق الى مرمى محمود حمدي مفتوح تماما، وان لاعبي نادي المقصه انتهوا بهذا الموسم. هذا اهو، وادي هتتعاد مره تانية. ادي صبحي هو الورقه الرابحه، هو الورقه الرابحه. بصوا بقى، اداها للراجل، قام قال له سيبها على طول. اسلام رشدي لعبها تخبط في القايم من تحت اهو. ادي رمضان وحش الشاشه، يمشي رمضان ويديها للاثيوبي، الاثيوبي بيريحها لحسن حظه راحت لزميله، ولحسن حظ احمد السيد تخبط في القايم، ولسوء حظ الاثيوبي ينشن في دفاع المقاصة. فرصة هدف ايه اهو. بص حضراتكم، ده محمد رزق اللي حظه وحش قوي في الكرة اللي فاتت، والاثيوبي حظه وحش اكتر، عشان فتحي مبروك يفضل متعلق كده في هذا اللقاء حتى الدقيقة 78 من زمن المباراة.